انا اكتشفت مين بوظ حياتي. انا اي حاجه بتقرب مني، حاجه جوايا بتقولي ان انا لازم اطيعها. ده مش غباء مني على فكره، انا شخصيه ذكيه جدا، بس جوايا حاجه دايما بتقولي انتي ما تستحقيش ده. هو ده بقى بالظبط كره النفس الخفي. هو مش كره مباشر، بس هو بيبان في السلوك. الشخص ده بدون وعي منه بيبوظ اي حاجه حلوه في حياته، وده غالبا بيكون نتيجه كذا حاجه. ممكن يكون تربيه قاسيه، او نقد مستمر، او صدمات قديمه، احساس بالذنب دائم، او عنده اعتقاد داخلي ان الحب لازم يدفع ثمنه. فهتلاقيه دايما بيختار علاقات مؤذيه بنفسه، ودايما خايف من النجاح لانه عنده احساس بعدم الاستحقاق. طبعا جلد ذات مستمر. على فكره هو مش بيكره نفسه فعليا، بس هو اتعود ان هو ما يتحبش. العلاج هنا مش بان انا اديله كلام تحفيزي او ان انا اخليه عنده ثقه بنفسه زياده، هو لازم يكون عنده وعي بصوته الداخلي. ده بيجي عن طريق العلاج النفسي اللي بيخليه يتعلم يعني انا استاهل. لو حسيت ان الكلام ده شبهك، فاحنا في يوتوبيا موجودين عشان نساعدك. بدعم وعلاج نفسي حقيقي تقدر توصل بيه انك تحب نفسك بشكل صحي.